بسم الله الرحمن الرحيم. مع تفسير القرآن الكريم لآية الله المجتهد المجاهد الميرزا عبد الرسول الحائري الحقاقي في الحسينية الجعفرية في الليلة 23 من شهر شوال لعام 1418 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المكرمين المعظمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومبغضي شيعتهم وناصبي محبيهم من الآن إلى يوم الدين أبد العابدين آمين يا رب العالمين. وبعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نبروا مجلسنا وقلوبنا بأنوار القرآن بالصلوات على محمد وآل محمد. بحثنا في الدروس التفسير حول هذه الآية المباركة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. شرحنا في الأسبوع الماضي بأن ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبارة عن القرآن وعن الولاية. أما القرآن فكما في هذه السورة المباركة سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني أنزلنا القرآن على الرسول في ليلة القدر. وأما بالنسبة إلى ولاية أهل البيت، سيما ولاية أبي الأئمة مولانا أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فقوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ظاهر الآية المباركة وباطنها يثبت ويؤكد بأن الأمر بالولاية أهم من الأمر بالقرآن. بالنسبة إلى القرآن آية المباركة ظاهرها ظاهر عادي بلا تأكيد. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إخبار بإنزال القرآن في ليلة القدر. نعم، يحتاج إلى تفسير وحتى تعبير، وما عندنا مجال للدخول في هذا المبحث، بس بالإجمال بأن نزول القرآن كما تعلمون في شهر رمضان المبارك شهر الله، وفي ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا بعد إخبار وليس بإنشاء. الإنشاء أهم وآكد من الإخبار. أما في مسألة الولاية يتغير الأمر. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. بلغ الولاية، هذا أمر إنشائي، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعه من المسلمين والمؤمنين إلى يوم القيامة مأمورون بتبليغ الولاية. بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قبول الرسالة ما شنو الرسالة؟ الرسالة عبارة عن كل الشريعة، مجموعة الشريعة من الصلاة، من الصيام، من الحج، وكل الأعمال. هذا كلها إذا جمعناها في كتاب واحد أو في محل واحد تسمى بالشريعة. الشريعة عبارة عن محتوى الرسالة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني العلة الغائية للرسالة عبارة عن قراءة الكتاب وتعليم الشريعة، الحكمة وما يتعلق بها. وهذا غير مقبول إلا بالولاية. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الصلاة لا تقبل إلا بالولاية. الدين نفس الدين لا يقبل إلا بالولاية. السيد بحر العلوم رضوان الله عليه هو من أساتذة شيخنا الأوحد، وعلى روحهما صلوات على محمد وآل محمد. من أجلة علماء الإمامية، وهو
نجم مضيء في سلسلة الرواية والدراية. هو يقول بالنسبة إلى الشهادة الثالثة: أشهد أن عليا ولي الله، هذا بالاختصار. وأما بالفضيلة: أشهد أن أمير المؤمنين وأولاده المعصومين وفاطمة الزهراء أولياء الله. وأما على رأي مرجعنا العظيم الكبير مولاي ومولاكم الإمام المصلح روحي فداه، تقديم الزهراء سلام الله عليها على الأولاد. أشهد أن أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء وأبناءهما المعصومين أولياء الله. هذا من ابتكارات مرجعنا الكبير الإمام المصلح، ونعم الابتكار، لأن الزهراء سلام الله عليها ليست بس أم الأئمة، هي أم الإمكان، هي أم الخلقة. لولاها لما خلق الله سماء ولا أرضا ولا نبيا ولا وصيا ولا إماما. فسلام الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. يقول بحر العلوم: وأكمل الشهادتين، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشهادتين بالتي، يعني بالشهادة التي قد أكمل الدين بها، لولاها كان الإسلام ناقصا وغير مقبول. قد أكمل الدين بها في الملة. اليوم أكملت لكم دينكم كأي شيء، بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. ما هو ولاية أمير المؤمنين؟ شيئين: الأول محبتهم في القلوب يفور، محبتهم يفور في القلوب. نحن نرى أصحابهم عليهم السلام من زمنهم إلى زماننا هذا، ومن زماننا إلى ظهور إمامنا الحجة المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. هم إيمانهم بالإيقان، باليقين، بالاستقامة. اشتبوا بأصحاب أمير المؤمنين، اشتبوا بميسم التمار، كهجر بن عدي، كأبي ذر، كأمثالهم. أما هم وقفوا كالجبل الراسخ حتى أوصلوا الولاية والأمانة يدا بيد إلى زماننا هذا. لازم نكون نحن حاضرين في ميدان الكفاح. واحد من الإخوان سأل مني: أنا بالنسبة إلى حلق اللحية وعدم حلقها ما عندي رأي، يعني لا أقدم رأي. كل أحد منكم على رأي مرجعه، لا أعيد ولا أصدق، بس أقدم لكم المثال.
يقول قال لي وهو من الفضلاء، قال إذا أنا خليت لحية في محل العمل يستهزئون بي، ولذلك أحلق لحيتي. أنا أقول نفس المسألة، أنا ما عندي شغل. الرأي رأي المراجع سيما في الجعفرية المباركة في هذه المنطقة، الرأي رأي الإمام المصلح مرجعنا الكبير. أما أنا قدمت له الجواب، قلت الله يستهزئ بهم. اللي يستهزئ واحد مؤمن لأجل إيمانه بالكلية الله يستهزئ به. اليوم يستهزئون لك أخي العزيز بالنسبة إلى اللحية، بكرة يستهزئون بالنسبة إلى الهجور للجعفرية، حتى باكر يستهزئون بالنسبة إلى الهجور للمساجد، ففلان ذاك اليوم يستهزئون، يوم ترون ما عندك أي شيء. لذلك في بداية الأمر إنسان لازم يقف كالجبل الراسخ. هذا بلال غلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وعلى أصحابه الخسيسين، سلام الله عليه وعلى محبيه. هذا بلال غلام حبشي في قلب الأسد، أشد الحرب وبداية الإسلام. كان الإسلام في ذاك اليوم ضعيف جدا جدا ضعيف. أما هو كان من أقبل المسلمين. يخلونا بلا لباس على أرض مكة في أشد الحرارة، ويخلون على صدره أحجار كبيرة، يقولون تبرأ عن عقيدتك، وهو جوعان وعطشان ومضروب بالجلود، مجروح جميع بدنه. شي يقول أحد أحد أحد، قل هو الله أحد. هذا هو علامة المؤمنين، أن يكونوا مستقيمين في عقيدتهم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة، يعني عاقبة الأمر في الدنيا والآخرة، وبالآخرة هم يوقنون، عندهم إيقان، ما عندهم شك. إذا كان الشك أو ارتياب لا يقبل. على كل حال شوي مثل أنه تبعدنا عن المسألة. مسألة الولاية هي روح الإسلام وروح القرآن وروح الأعمال. بلا ولاية ما عندنا أي شيء. فقلت ما هي الولاية؟ شيئين، الأول المحبة. عندنا روايات كثيرة وآيات كثيرة وأيضا دلائل محكمة في أن الله تبارك وتعالى خلق المؤمنون الموالون من فاضل طينتهم. هذا المحبة اللي في قلبك فتفور تنبر العالم، يجلبك إلى مجالس الفضائل أو مراسي أهل البيت، تفرح لفرحهم
وتحزن لحزنهم. لماذا؟ لأنك منهم. خلقك الله من فاضل طينتهم كما قال إمامنا الصادق سلام الله عليه وأرواحنا فداه. وليلة شهادته قريب، ليلتين بعد هذه الليلة، شهادة هذا الإمام المظلوم. قال أرواحنا فداه شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا. هذا مو شيء تعليمي، شيء تكويني من عالم الأزل موجود أيها الموالي في جوهرتك، في ذاتك، وهنيئا لك، وفي كل عالم يجدد إلى أن تصل إلى هذا العالم. وفي بدء الطفولية ترى أنك محب لأهل البيت. أنا في أذربيجان رأيت واقعا أشياء عظيم عجيب. أذربيجان وين؟ أذربيجان بلد الأتراك، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو من العرب، من القريش. أين الترك من العرب؟ بعيد. بالنسبة إلى اللسان، بالنسبة إلى العقائد، بالنسبة إلى أي شيء، حتى للعنصرية يتفاوت. أما بعد عيد الغدير نرى في شوارع وسكك آذربيجان أطفال صغير 4 سنة 3 سنين 5 سنين في يده علم صغير ما أدري من وين جاي، وفي كل بيت شيعي موجود علم. وهو قبل المحرم. الآباء ما يدرون أن المحرم جاي يقبل، لأن مشغولون بالدنيا. في السكك ينادي يا حسين يا حسين. حبيبي هذا تكويني ليس لتعليمي. الطفل في 4 سنين ما يدري هذا الأمور. هذا أبدا شيء. يعني الولاية عبارة عن المحبة. أنا أقول كلام، الدين عبارة عن المحبة. بلا محبة ما عندنا دين. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أغلق. الخلق على المحبة. لولا المحبة ما خلق الله تبارك وتعالى سماء ولا أرض. ولولا المحبة ما نزل كتاب ولا دين. وبهذه المحبة لها علامات. أنا أحب الحسين سلام الله عليه. اسمع يا أخي العزيز، هل في الوجود واحد لا يحب الحسين؟ مو موجود. كل الناس يحبون الحسين. مسيحيون يحبون الحسين. ادخل في المكاتب، عندنا كتب كثيرة معددة مفصلة في فضائل علي والحسين بيد المسيحيين. مثل أنه أنا ذكرت في أحد محاضراتي بأن يوم من الأيام، يعني يوم ميلاد الأمير أرواحنا فداه، دخل أينشتاين الفيلسوف العظيم العصري بلباس الروحانية، يعني بهذا اللباس بالعمامة والعباء، إلى مدرسه اللي يدرس الطلاب. تعجبوا، قالوا هذا اللباس شنو؟ ما رأيناك هذا اللباس. قال هذا يوم عظيم جد كبير، ميلاد افتخار البشرية، فخر البشرية.
هو عبارة أول إمام الشيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ولذلك لبست هذا اللباس أعرف هذا الرجل العظيم الإلهي الملكوتي العالمي لكم. مسيحيون يحبون الحسين، هذا إمامنا الصادق سلام الله عليه وأرواحنا فداه يعشقونه علماء مصر. لولا الصادق ما كان لنا شريعة، شرح الشريعة بيد إمامنا الصادق سلام الله عليه كله. فإذا ما هو علامة المحبة إخواني الأعزاء؟ والله العلي العظيم أنا في هذا المجلس لا أتكلم لأجل أي شيء بس لله، لأن مستمعيني أنتم أيها الأفاضل كلكم تحذرون لله. علامة المحبة مو محبة علي والحسين ولا محبة الزهراء والرسول، هذا من البديهيات. الأحجار يحبونهم، السماوات يحبونهم. علامة المحبة هذه الكلمة، اسمع: محب لمن أحبكم. في زيارة الجامعة الكبيرة هذا الكلمة محب لمن أحبكم ومبغض لمن أبغضكم. علامة المحبة أن نحب من أحبهم ولو هو لا يحبني، هو يسبني ما يخالف عقده، أما أحبه لأنه محب للحسين، لأنه محب لأمير المؤمنين. يمكن بالنسبة إلي مشتبه ويمكن أنا مشتبه، أنا مقصر ولا أدري. أمر على الديار، ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدارة، فما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. نقبل زريح مولانا علي بن موسى الرضا أرواح الله. هذا الزريح إما حديد إما ذهب أو فضة، ليس لها شرف على الإنسان. لماذا نحب؟ لأن فيه بركات إمام الرضا. وأنا أحبكم لأنكم كالزريح لمحبة أهل البيت، وأنتم لازم تحبون بعضكم بعض، والحمد لله محبون ومتحدون، لأنكم قلوبكم أوعية لمحبة أهل البيت. هذا أول الكلام وآخر الكلام. المسألة الأولى والمهم هو المحبة، وأما الثاني معارف أهل البيت. شنو معنى الولاية؟ يعني معارفهم، علومهم، حكمهم في مختلف العلوم. إمامنا الصادق أرواحنا فداه هو قطب العلوم بشهادة المخالفين، لولاه لما كان لنا علما في العالم. لو تفحصون التاريخ، تاريخ التمدن البشرية قبل أئمتنا عليهم السلام ما كان عندهم شيء، ولذلك سمي بزمن الجاهلية. أشرقت العلوم إلى العالم بواسطة القرآن والمفسرين للقرآن، والمظهر لهذا التفسير عبارة
عن إمامنا الصادقين أو الباقرين عليهم السلام لمصالح وأسرار ليس لنا وقت، غالبكم الحمد لله تعلمون. تيمنا وتبركا أقدم حديثا من إمامنا الصادق سلام الله عليه لأجل قرب شهادته، وأتمم كلامي ولا أطيل عليكم. كأنباره صلوات على محمد وآل محمد. في الكافي عن أبي بشير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، إمامنا الصادق: لم يزل الله عز وجل ربنا، هذا أول التوحيد، والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور. هذا عقيدتنا الإجمالية. أنا شرحت هذه الدرس في الدرس الماضي في حوزة النورين النيرين بالنسبة إلى صفات الله. صفات الله تبارك وتعالى عز وجل على قسمين: صفات ذاتية، وهذه الصفات عين الذات كالقدرة والبصر والسمع والوجود والوجوب والحياة وأمثالها. هذه الصفات عين الذات لا يفترق عن الذات. الفرق نحن عندنا هذه الصفات بالأجزاء، نحن نسمع بالأذن ونبصر بالعين ونتكلم مثلا في اللسان وقدرتنا بأيدينا. أما ذات الله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى ما عنده جارحة يسمع بذاك الجارحة، كل وجوده سمع، كل وجوده بصر، كل وجوده قدرة، كل وجوده حياة. هذا الصفات الذاتية اللي يعني فيه إمامنا الصادق سلام الله عليه. فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم على المعلوم، والسمع على المسموع، والبصر على المبصر، والقدرة على المقدور. عندنا علمين: علم مقدم على المعلوم بعلم مؤخر عن المعلوم. مثلا واحد يريد يسافر إلى أحد البلاد، مثلا إلى المدينة المنورة. هذا الشخص زار المدينة قبل، رأى المدينة، أما عنده صديق رفيق ما زار إلى الآن المدينة المنورة. هذا اللي زار المدينة علمه مقدم على المدينة، يعني قبل أن يرى المدينة يدري شوارع المدينة كحرم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالبقي. هذا علمه مقدم على المعلوم، يعني قبل أن يدخل المدينة هو عارف به، لأنه قبلا
زار المدينة ورأى. أما اللي ما زار وما رأى وهذا أول سفره علمه مؤخر عن المعلوم، لازم يدخل المدينة يرى الشوارع، يرى الحرم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يرى البقيع حتى يستقر علمه. هذا المثال في الله تبارك وتعالى بقدر عقولنا وإلا وله المثل الأعلى. علومه جل جلاله، أما بالنسبة إلى الذات ما ندري. بالنسبة إلى العلوم المتعلقة بالمخلوقات علومه مقدم على معلومات، يعني علمه علة للمعلومات. كان عليما قبل خلق العلم والعلة، وهذا مقتبس من علوم أهل البيت اللي أقدم لكم كما أن إمامنا الصادق. شوفوا في رسائل شيخنا وإمادنا الأوحد روحي فتح، لأن إذا دخلتم وباحثتم في كتب القوم ترون هم خلطوا الصفات الذاتية بالصفات الفعلية والفعلية بالذاتية وما يدرون شي يقولون، لأن علومهم مقتبس عن غير أهل البيت. وأنا لا أعيب العلماء، أنا خادم العلماء، أنا أعيب من ترك أهل البيت وتبع البوذائيين واليونانيين وهم ليسوا بعلماء. قال إمامنا الصادق سلام الله عليه نحن العلماء، يعني هم، وشيعتنا المتعلمون. من الشيعة؟ من حضر حظهم، من تبعهم في العلوم، اللي مستغرق في خرابيط اليونانيين. كيف نسمي عالما؟ ما لكم كيف تحكمون؟ علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل. فكيف واحد عالم شيعي يسمي نفسه شيعي يترك أهل البيت ويتبع اليونانيين؟ الموجود موجود. أنا قدمت كتاب في مجلس درسي، قلت شوف هذا كتاب الأوحد من أوله إلى آخره. قال الصادق، قال الباقر، قال أمير المؤمنين، قال إمامنا الرضا، قال الرسول. بسم الله. وذاك الكتاب أمثاله كثير من أوله إلى آخره، ولا كلمة من إمامين الصادقين أو الباقرين أو أمير المؤمنين أو فلان. هذا بعد ما يسمى كتابا إسلاميا. خلص وقتنا بالكلام زيده طويل. قال قلت فلا يزل الله متحركا. هذا عقيدة الفلاسفة. قال فقال تعالى الله عن ذلك. إن الحركة صفة محدثة بالفعل. حركة ليست بصفة ذاتية لله ولا لك. أنت ساعة لا تتحرك أصلا، لم يكن في حركة، لأن الحركة ليست بذاتية. قال قلت فلم يزل الله متكلما كما زعمه القوم ومن تبعهم. هم يدعون بأن التكلم من صفات الله الذاتية
التكلم والإرادة. وأوحدنا روحي فداه تبعا لأئمتنا عليهم السلام ينفي التكلم والإرادة من الذات، يقول من صفاته الفعلية، لأنه العلامة الأولى للصفات الذاتية بأن الصفات الذاتية لا ينفى، لا يدخل عليه حرف النفي. إذا دخل حرف النفي عليها إنسان أجلكم الله صار كافرا ومشركا، يوجب الكفر. حياة من صفات الذاتية لله، إذا أحد أدخل حرف النفي على الحياة وقال الذات العياذ بالله ليس بحي فهو كافر، ليس بسميع فهو كافر، ليس ببصير يعني الذات فهو كافر. أما الصفات الفعلية يدخل عليه حرف النفي ولا يوجب الكفر، مثل الخلق. الله تبارك وتعالى نقول خالق لهذه العالم، خلق زيدا ولم يخلق امرا، لم يخلق امرا، هذا مو كفر. في قدرته ولم يخلق، رزق فلانا ولم يرزق فلانا، هذا ليس بكفر. وكذلك التكلم، تكلم من صفاته الفعلية، تكلم ولم يتكلم. هذا مقدمة من بهار علوم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، تبركا وتيمنا لأيام الصادقية أرواحنا فداه قدمت لكم. ونحن إذا دخلنا في هذا البحر الحمد لله مع مصادرنا موجود، مآخذنا موجود، نحتاج إلى وقت أكثر وأعظم، ونحتاج إلى دروس ومقدمات. والحمد لله عندنا دروس الحوزوية موجود، وببركات مولانا أمير المؤمنين وسيدتنا الزهراء سلام الله عليهما وعلى أولادهما إن شاء الله ستفتتح هذه الحوزة المباركة في كويتنا العزيزة في الأنوار، ونشرع في هذه الدروس وفي هذه المطالب الأصلية التي هي أساس الدين والإيمان والعقيدة. وأنتم الحمد لله كلكم فضلاء، وعندكم خلفيات كثيرة من مشايخنا المقدسة رضوان الله عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.